السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ان شاء الله الفيديو باذن الله النهارده يعجبكم ويفيد ناس كتيره، وخصوصا الامهات اللي هم عندهم بيبيهات يعني لغايه سن سنتين، او كمان اللي حابب ان هو ياخد فكره عشان مثلا لو هيقدم هديه لام لسه هتولد او لطفل قبل سن سنتين او حاجه، وكمان ممكن لو طفل فوق سن سنتين. وكل ده طبعا هنشوفه بعد ما نعرض الحاجات اللي عندنا في الفيديو النهارده. وانا هكلمكم عن حاجات انا يعني عن تجربة جربتها مع ولادي، وحاجات كتيرة جدا بإذن الله عديت يعني بان انا جربتها، ونشوف ايه الحاجة اللي عجبتني ايه الحاجة ما عجبتنيش، وانصحكم بايه وما انصحكوش بايه، وحاجات ان شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل. واي استفسار او اي سؤال تحبوا ان انتوا تسالوه يا ريت تسيبولي في الكومنت تحت الفيديو. والحاجات اللي قدامكم دي مش هي كل الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها، لا لسه في حاجات تانية، بس يا ريت تشوفوا الفيديو الاخر. وان شاء الله انا هنزل برضو تقسيم للفيديو ده على كذا جزء عشان المشاهدة تبقى اسهل من كده. اول حاجة احنا هنتكلم فيها النهاردة هي حاجة مهمة جدا لأي طفل، هي بتبقى يعني جزء لا يتجزأ من شخصية الطفل كده زي ما بيقولوا، يعني في اول فترة من حياته. هي البافيتا. بافتات يعني فيها طبعا اشكال وانواع والوان واحجام وكل حاجة يعني مختلفة جدا واساسية جدا في اي بيت فيه طفل. فانا هوريكم الحاجات، طبعا يعني حاجات مختلفة او متنوعة من البافتات، ونشوف ايه احسن حاجة يعني انا استخدمتها وجربتها وعجبتني، واقول لكم ايه الحاجات اللي انا شفتها عشان اي ام جديدة كمان تاخد بالها، وممكن ان هي يعني تاخد بالها من قبل ما تشتري عشان مفيش حاجة تجيبها وما تستخدمهاش في الاخر. اول حاجة هكلمكم عنها في البافيتات هي البافيتا اللي هي القطن العادية جدا، اللي يعني بتبقى موجودة في اي محلات مستلزمات بيبي يعني. دي في منها اشكال كتيرة جدا. هي المفروض ان هي ماركة معروفة، والبافيتا دي هي حلوة وشكلها حلو وفي منها الوان واشكال وكل حاجة. الخامة بتاعتها قطن، ومن الظهر حاجة ما بين القطن والمشمع، مش مشمع خالص يعني وتقيل او كده. هي مفيش مشاكل يعني تقدري ان انت تستخدميها وحلوة وكل حاجة، بس انا مشكلتي كانت معاها في السكوتش بتاعها ان هو ما بيلزقش كويس، خفيف جدا، فسهل ان الطفل يعني يفتحها بكل سهولة، لو شدها تتفتح منه على طول. وان هي كمان الفتحة بتاعتها من الجنب، فبتبقى الموضوع اسهل بكتير بالنسبة للطفل. فده اللي انا ما حبيتهاش فيها. لو انتوا لقيتوا الشكل ده، هي اسمها كارترز الخامة دي، لو لقيتوا النوع ده اتأكدوا ان السكوتش بتاعها لو كويس يبقى تمام، هي كويسة. لكن اللي انا جربته ان السكوتش ما كانش حلو، ممكن تكون هي مشكلة في اللي انا جبتهم بس. فالافضل ان انتوا تجربوا بنفسكم وتشوفوا السكوتش ده، يعني هو لو كويس هاتوها، لو مش كويس يبقى بلاش. حاجة تانية انا هوريكم بقى مقارنة بدي يعني. دي بقى حاجة عادية جدا من اي محل، يعني هي مش ماركة ولا حاجة، بس السكوتش بتاعها قوي جدا، يعني انا بفتحه بصعوبة، مش سهل ان الطفل يفتحه. في نفس الوقت هو موجود السكوتش بتاعه من الرقبة من الظهر يعني من ورا، فبرضه بيبقى اصعب ان الطفل يفتحه. فدي حاجة من الحاجة يعني الفرق اللي ما بين الاتنين، واللي انا افضله انها تكون في الرقبة من ورا وتبقى السكوتش بتاعها جامد. حاجة كمان اللي هو البافيتات اللي هي بتبقى يعني مغطية لغاية بطن الطفل تقريبا، بقى الصدر والظهر، يعني كأنه قميص بالظبط بس مقلوب، وبيدخل كده يعني هو كات بيتدخل منه الفتحات للإيدين يعني. وبيبقى من الظهر ممكن يبقى رباط، ممكن بيبقى بالسكوتش، يعني بيتقفل بأي طريقة، دي طبعا كل واحد على حسب ما يحب. الحاجات المهمة اللي احنا ناخد بالنا منها من النوعية دي ان المشمع اللي هو يبقى في الظهر بتاعها يبقى كويس، يعني يبقى تقيل وفي نفس الوقت ما يبقاش ناشف عشان ما يضايقش الطفل في اللبس، لان هو بيبقى تقريبا يعني كأنه قميص يعني، فالطفل لو لبسه وقت طويل ولا هو بياكل او كده ممكن يضايقه لو المشمع بتاعه ناشف. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده انا بدوس عليه، هو طري بس في نفس الوقت هو تقيل، يعني بيمنع اي سوائل اي حاجة انها تعدي على تعدي من البافيتا للهدوم. فدي من الحاجة الحلوة جدا وانصحكم بيها، وبتبقى افضل للطفل اللي هو طبعا بيبدأ ياكل يعني بعد 6 شهور.
هنا بافيتا تانية، نوع تاني ده نازل جديد. البافيتا دي هي يعني سميكة شوية او تخينة شوية، ودي حاجة عاملة يعني زي الفرو او مش فرو، زي شمواه شوية او ناعمة. فهي حلوة. الاحلى فيها ان هي شكلها شيك، يعني هي شكلها بقى زي ما انتم شايفين كده مختلف عن البافيتات اللي احنا بنجيبها. بس هي المشكلة ان هي صغيرة شوية، يعني هي دي ممكن افضل للطفل اللي هو لسه ما بدأش ياكل، ممكن من سن 4 شهور مثلا لغاية 6 شهور، ان هي ممكن يخرج بيها او كده، اللي هو الطفل اللي هو لسه بيبدأ يسنن، فطبعا بيبقى في حاجات بتنزل من بقه بقى وسوائل وكده. دي افضل للغرض ده يعني، انما مش هتنفع لما الطفل يبدأ ياكل. دي بقى احسن حاجة يعتبر انا جربتها من البافيتات اللي هي يعتبر نازلة دلوقتي بقى لها فترة. حاجة ممتازة جدا، وبصراحة يعني يعتبر بتغنينا عن كل بقى البافيتات اللي فاتت. مادام الطفل بدأ ياكل، انا انصحكم بدي جدا، لان هي هقولكم دلوقتي على كل المميزات اللي فيها. اولا هي كلها سيليكون، وبرضو بتداري مثلا يعني نص مثلا لغاية نص البطن ولا حاجة الطفل، وبيفضل الطفل يستخدمها فترة طويلة، يعني ممكن تفضل معاكي لسن 2 و3 سنين و4 سنين، طول ما انتي شايفة ان ابنك لسه او بنتك بيبهدلوا هدومهم من الاكل. فدي حلوة جدا ان هي بتقعد معاكي، لان المكان بتاع اللي بيقفل على الرقبة ده ممكن بيوسع بيضيق على حسب الحجم بتاع الرقبة، او انتي عايزة توسعيه تضيقيه، فبيبقى موضوع سهل جدا. اولا السيليكون بتاعها حلو ونضيف. تاني حاجة الجراب اللي هو بيبقى طبعا مقفول من تحت، ده بيمنع كتير جدا من الاكل ومن السوائل اللي ممكن الطفل يبقى بياكل او بيشرب بتقع فيها، عن ان هي تقع في هدومه او تقع على الارض. انا النوع اللي انا جايباه ده نوع صيني، مش ماركة يعني ولا حاجة. عندي هنا يعني النوع ده انا شفته في سوق جوميا، وشفته في محلات عادية، انا جايباه من محل كنت جايباه ب30 جنيه، وكان برضو في جوميا وسوق برضو نفس السعر. في تفاوت في الاسعار، يعني وفي حاجات ب25، بتبدأ من 25 ومعاكي بقى 60 65 وممكن اكتر. بتفرق بقى في الخامة، في النوع، اذا كان ماركة عادية، يعني الكلام ده كله. انا اللي عندي دي جايباها. قابلت معاها مشكلات انا هقولكوا عليها، عشان اللي حابب ان هو ما يجيبش النوع ده، واقولكوا برضو يعني انا احسن ان انا اجيب ده ولا اجيب حاجة تانية. اول حاجة عندي اللون البامبا ده غير شوية من اول استخدام تقريبا او تاني استخدام، يعني بنتي كانت بتاكل حاجة فاكهة، نوع فاكهة مش فاكرة كان ايه بصراحة، غير لي اللون ده، فضل برتقاني كده شوية، يعني زي ما انتم شايفين كده تحسوا ان هو بامبا، وداخل في الرقبة بتاعته شوية لون برتقاني. آه فدي غيرت شوية. اللون التاني البافيتا التانية اللي لونها برتقاني ما اتغيرش فيها حاجة، فاللي حابب ان هو يجيب حاجة مش هتغير معاه او كده، او ان هو هيستخدمها برا البيت عايزها تبقى تفضل على شكلها، بلاش اللون ده. غير كده اللي هو الحتة بتاعت اللي هي البيضة اللي بتتقفل على الرقبة من فوق، هي على شكل كور صغيرة كده. فالكور دي مرة اتفك منها، بس كان بعد فترة يعني اتفكت او اتفصلت عن بعضها، وكان يعني ايه زي اتقسمت كده نصين. بس انا بصراحة اتعاملت معاها، يعني حطيت لها امير واتلزقت وخلاص رجعت زي الاول، مفيش مشاكل، بستخدمها مفيش مشاكل فيها. دي المشاكل اللي قابلتني فيها. غير كده السيليكون بتاعها حلو، ان هو تقيل وفي نفس الوقت مش ناشف، مش مثلا هو يتقطع معايا او كده. غير طبعا هي مميزاتها حلوة جدا، ان هي سهلة انها تتغسل، عن البافيتات اللي انتي لازم تغسليها وتنشريها وتستني تنشف. لا هي ممكن تغسليها كام مرة في اليوم، زيها زي الاطباق عادي، وتتحط تتنشف بس شوية، والمية تنزل من عليها وتستخدميها تاني. الحاجة التانية برضو ان هي اللي انا قلتلكوا عليها، ان هي ممكن تقعد معاك وقت طويل، من مثلا سن 6 شهور لما الطفل يبدأ ياكل، هتفضل بقى معاكي لغاية ممكن سن 2 3 سنين 4 سنين، على حسب ما انتي بقى تقدري تحافظي عليها. هي دي بقى الموضوع. الفرق طبعا احنا بننزل نشوف بقى الحاجة الخامة بتاعتها كويسة، سعرها كويس. غير كده كمان اللي عجبني فيها ان هي سعرها يعتبر معقول، بدل ما انا اجيب واحدة ب60 جنيه هي كويسة. طب نشوف اللي هو بقى موضوع الرقبة ده اللي هو اتفصلت مني، طب يبقى انا اشوف لو حاجة احسن ان هي تكون حتة واحدة، مش على شكل الكور دي، يبقى اضمن. ما لقيناش، هي دي بالنسبة لي انا يعني صلحتها واشتغلت بيها، مفيش مشاكل. وبس كده يكون الجزء الاولاني من الفيديو بتاعنا خلص،
ويا رب يفيد ناس كتيرة جدا، وما تنسوش تعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ويستفيد ان شاء الله. ولو طبعا استفدتوا ياريت تعملوا لايك، وما تنسوش اللي لسه ما عملش اشتراك في القناة ياريت يشترك. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله والاجزاء الجاية.